ثانية واحدة. يلا فتحي بقى وقولي لي ايه رأيك في لون أوضة النوم؟ ايه ده؟ انت مين اللي قالك تعمل كده؟ هو اللون مش عاجبك ولا ايه؟ لا مش عاجبني، وانت ازاي ما تاخدش رأيي قبل ما تعمل كده؟ كنت عايز اعملها لك مفاجأة يا حبيبتي. بصراحة يعني مفاجأة وحشة جدا. وحشة جدا؟ بقى اللون الأخضر ده لون وحش؟ ده لون مهدي للأعصاب. ده شكل لون أتوبيسات النقل العام. طب انت ايه اللون اللي انت عايزاه؟ الأصفر الكناري. أصفر كناري؟ ده لون مستفز وبايخ، وبعدين أنا لا يمكن أنام في أوضة باللون ده. وأنا كمان لا يمكن أنام في أوضة باللون ده. استني بس يا رشا، استني. استنى ايه؟ وانت من أولها بتفرض ذوقك عليا. طب أنا عندي حل. ايه هو؟ زي ما أنا عملت الأوضة دي على ذوقي، اعملي انت الأوضة التانية على ذوقك. ماشي، بس تبقى اوضتي وانام فيها لوحدي. ايه اللي انام فيها لوحدي ده؟ هو انا متجوزك عشان تنام لوحدك؟ ده الواحد ما بيصدق يتجوز عشان مراته تونسه كده في الأوضة ويقعدوا ياخدوا ويدوا مع بعض في الكلام. يبقى تدهن اللون الكناري. كناري كناري اهو نكاكي بقى ونصوصو مع بعض. والله العظيم زي اختي بالظبط. يا سلام، ليه؟ مكتوبة في شهادة الميلاد صفية ليل وانا مش واخدة بالي. يا رشا صفية دي زميلتي من ايام الجامعة، وكل اللي بتربطني بيها علاقة اخوة وصداقة. والاخوة والصداقة دي تخليك تلبسها الساعة كأنك بتشبك، كان ناقص تأكلها في بقها. طب انا اعمل ايه؟ هي اللي مدت لي ايديها واحرجتني. وانا اللي عملته ده كان تصرف طبيعي ولا كنت عايزني اشوف المنظر ده واسكت؟ انا كمان بعد ما انت خرجتي من المكتب خرجت وراك على طول من غير حتى ما اقول لها عن اذنك، وده اكبر دليل طبعا على انك اهم بالنسبه لي. يمكن. لا الاكيد بقى ان انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. بجد؟ فكي بقى. ايه رأي حضرتك في البلاطة دي؟ لا حلوه، هي تحس انها الوانها هاديه ورقيقه كده. فعلا. ريلي حضرتك ذوقك يجنن. ميرسي. على فكرة دي ألوانها باهتة وحاساها قديمة جدا، يعني مش فاهمة. اوكي. ايه رأي حضرتك في التشكيلة دي؟ لا دي بقى مختلفه، يعني تحس انها الوانها مختلفه عن اللي فاتت. ايه رايك يا رشا؟ عادية يعني. عادية. هي عاديه بصراحه، يعني بصراحه عاديه. طب ممكن نشوف البانيوهات؟ اوكي اتفضل من هنا. ايه رأي حضرتك في ده؟ الله، البانيو ده حلو جدا، تحس كده انه شرح ومرحرح. البانيو ده جاكوزي وميزته انه يساعدني. هو حضرتك متجوز؟ لا. والله؟ هو ايه ده اللي لا؟ قصدي يعني هتجوز. انا خاطب والانسه تبقى خطيبتي. هاي ورحمة الله وبركاته. البلاطة دي هيبقى لونها احلى مع التواليت ده. ايه رأي حضرتك؟ مش عارف يعني، مش بطال. لا مش حلوة، ولو سمحتي بقى ما تتدخليش في اختياري. هو انت اللي هتشتري ولا احنا؟ انا اسفه يا مدمزيل، بس ده شغلي. ايوه يعني شغلك ان انت تتطفلي علينا؟ انا كاستمر اسيستنت هنا. حياة ابوكي تكلميني عربي. شغلتي هنا ان اصاحب الزباين وهم بيتفرجوا على المعروضات. ايوه وانا يعني مش عايزه صاحبك، هتصاحبيني بالعافيه يعني؟ مش فاهمه يعني، ده حاجه غريبه قوي. يا رشا مش كده. بقول لك ايه، اسكت خالص، كلامك معايا بعدين. خلاص بقى يا حبيبتي، حصل خير. خير منين؟ خير منين لما انت عمال تجاريها في الكلام وتسالك تقول لك انت متجوز تقول لها لا وانا واقفه جنبك، امال من ورايا بتعمل ايه؟ يا شيخه حرام عليكي، هو انا الاقي وقت انام لما هعرف ستات عليكي؟ ما تكبريش الموضوع بقى حبيبتي، خلاص بقى حصل خير. انا مش فاهمه، هلاقيها من الزفته اللي اسمها صفيه ولا من القلاضيش التانيين دي بقت حاجه تقرف. لا اله الا الله، وايه اللي جاب سيره صفيه بقى دلوقتي؟ مش كنا قفلنا الموضوع ده؟ لا يا سعد، المواضيع ما اتقفلتش بعد اللي حصل النهارده، واتفضل اقف. اقف؟ احنا في الشارع. بقول لك اقف لحسن افتح باب العربيه وانط منه، انا مجنونه بنت مجانين واعملها. خلاص اقف. اتفضلي. عيشتين. والله مجنونه. تعملوا نفسك قدام الناس. مش مهم عندي الناس، انا المهم عندي دلوقتي ان انت تصالحيني. خلاص صالحتك. ده بجد ولا يعني عشان تلمي الدور قدام الناس؟ لا بجد، اصلها بصراحه طريقه غريبه وعجبتني قوي. قول لي بقى، حد قالها لك ولا انت اللي عملتها لوحدك؟ ايه اللي حد قال لي اعملها دي؟ لا طبعا انا اللي عملتها. انت يطلع منك كل ده يا سعد؟ انا يطلع مني اكتر من كده والله، بس انت اللي مش مدياني فرصه. يا حبيبي. عجبك الورد؟ حلو قوي. ده ب 150 جنيه. مش كنت تديهم لي احسن؟
فكره يا رشا، ماما عامله لك الاكل ده بايديها، مش كده يا ماما؟ طبعا يا حبيبي، وانا هيجيلي اغلى منها؟ ميرسي يا طنط. بمناسبة الأكل بقى، إيه أكتر حاجة بتحبيها وتعرفي تطبخيها وشاطرة فيها؟ لا انا ما بحبش المطبخ وما بعرفش اطبخ خالص. ولا يهمك، انا هبقى اعلمك. اصل انا بعرف اعمل شويه اكل، انما ايه، هيعجبك قوي. لما بتكوني فاضية وقاعدة في البيت ما بتساعديش ماما في المطبخ؟ مومو عارفه اني ماليش في الحاجات دي. أمال ليكي في إيه يا حلوة؟ ليا في الفرجه على التلفزيون، اسمع مزيكا، اخرج مع اصحابي. يعني مش عايزة في يوم من الأيام تبقي أم؟ لا اكيد عايزها. طيب يبقى لازم تجهزي، ولا هترمي نفسك في البحر من غير ما تعرفي تعومي يا حلوة؟ هو حضرتك مكبره الموضوع شويه؟ هو فعلا كبير، كبير قوي. عادي يعني، في امهات كتير ما بيعرفوش يطبخوا. امال بياكلوا بقى اولادهم وازواجهم ايه؟ بيطلبوا لهم اكل جاهز من بره. وانهي بيت بقى يتحمل ميزانيه زي دي؟ ده غير كده وكده بقى الاكل غير صحي. ساعتها هبقى اتعلم اطبخ. هو يا بنتي الامتحان بيذاكروا قبله ولا بيذاكروا فيه؟ يا طنط، انا ليا اهتمامات تانية اهم من الحاجات التافهه دي. زي ايه؟ هو امتحان ولا تحقيق؟ الموضوع خد اكتر من حقه مع انه ما يستاهلش. قصدك ايه؟ قصدي انا قلته وكفايه لحد كده. اهدي بس يا امي، مش كده. اهدى ده ايه؟ الحكايه انها مش ما بتعرفش تطبخ، الحكايه انها مش متربيه وما عندهاش ادب. يا امي يا امي. انا اتهنت في بيتك يا سعد. يا رشا يا رشا اهدي، مش كده. رشا يا ماما، رشا. ايه اللي خلانا قعدهم مع بعض دول؟ زي ما انت عارف يا اشرف باشا، انا مش قاعد عندكم هنا كتير. يعني يا دوبك على المحامي ما يستشكل في الحكم ونسوي القضيه مع البنوك وارد لهم القروض بتاعتهم. اشرب قهوتك يا سامي بيه، انت منورنا. وعشان كده انا عشمان في طلب عند سعادتك. امورنا. بقول يعني لو كان ممكن اركب جهاز تكييف في الزنزانه بتاعتي، اصل الدنيا هنا حر قوي. وماله؟ طالما هتجيبه على حسابك وهتسيبه لنا لما تخرج بالسلامه ان شاء الله. ده اقل تذكره اسيبه هنا في السجن، وسعادتك طبعا تبقى تقدر تاخده وتحطه في اوضتك. كمان لو ممكن يعني تلاجة صغيره كده، اصلي ما بعرفش اشرب غير الميه الساقعه. هو ممنوع يا سامي بيه، بس عشان خاطرك بس انا هستثنيك. بحيث كده بقى انا ليا بعد اذنك يعني طلب اخير. خير؟ المدام بتاعتي. ايه؟ عايزنا نجيبها لك هي كمان الزنزانه ولا ايه؟ لا طبعا يا اشرف باشا، سعادتك فهمتني غلط. انا اقصد بس يعني لو ممكن موبايل ابقى اكلمها واطمن عليها، اصلها تعبت قوي من ساعه ما جيت هنا وصحتها في النازل. لا، لحد هنا وكفايه قوي، بس دي مسؤوليه عليا، وبيتهيألي حضرتك ما ترضاليش الاذيه ولا ايه؟ لا طبعا ما ارضلكش. منورنا يا سامي بيه. اشرب قهوتك. انت الخشن؟ خير يا باشا. كنت شوف. بتسولي ليه يا باشا؟ انا ما عملتش حاجه. مش حاجه؟ امال ايه ده؟ ده عدم المؤاخذه يا باشا، برشام مسكن. اصل انا ظهري بيوجعني قوي بالليل وانا نايم. مسكن ولا مخدر؟ حط الله يا باشا بيني وبين المخدرات. خدوه على البوكس. يا باشا ياخدوني على البوكس دي، انا ما عملتش حاجه. بالراحه يلا لسانك انت لوحده تقف. بالراحه يا جدع. اطلع يا باشا انا ما عملتش حاجه يا اخوانا، مش كده بقى.